ازيكم يا نجوم؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده مع اخواتي وحبايبي نجوم الكوره. نزلت لكم فيديوهات قبل كده لتحليل اداء حراس المرمى في الدوري المصري، وفيديوهات تمرينات لحراس المرمى العالميين زي تير شتيجن وكورتوا وديخيا وحراس تانية كتير. لو ما اتفرجتش على الفيديوهات دي انزل تحت في الديسكريبشن، هتلاقي اللينك تحت تتفرج عليهم. لعل وعسى تستفاد اي حاجه من فيديوهات لعبد الله. وزي ما عودتكم ان كل فيديو مختلف عن التاني ولكن في نفس النطاق ونفس المحتوى. مركز حراسه المرمى ده يا جماعه عشق من الطفوله. هوريكم فيديو دلوقتي لحراس المرمى بيتصدوا الكور من غير ايديهم، يعني بيستخدموا رجليهم، بطنهم، دماغهم، المهم ان هم بيصدوا الكرة وخلاص. في متعة كده في الفيديو، تعالوا نتفرج مع بعض ونشوف الحراس دي بتصدر الكور دي ازاي. يلا بينا. اول كرة هي الحارس هيجيتا، الحارس الكولومبي. ما شفناش حارس عمل نفس الحركة دي في اي مباراة. ممكن اي حارس يعملها في التمرين عادي، لان الضغط العصبي والعضلي صعبة جدا. هنا بقى الفنيات بتاعت حراسة المرمى، ان هو ازاي يطلع بدماغه ويوجه الكرة على الجنب. نوير طبعا افضل نموذج يعمل الحتة دي، التغطية من ورا المدافعين، ويلعب بدماغه كويس جدا وبرجله كويس جدا، بيقدر يمشي الملعب ويسرع الريتم زي ما هو عايز، اكنه بيلعب نص ملعب. شوف بقى ميسي حط الكرة كده تشيب من فوق حارس المرمى لحق على اخر لحظة، دبل كيك، اكنه فرويد. ده مين؟ ديخيا من افضل الحراس اللي بتقدر تتعامل مع الكوره برجليها، يعني بيعرف يصد برجله كويس جدا، ودايما الكوره القريبه لحارس المرمى اقرب لرجله من ايديه. شوف هنا بقى ثقه يعني كبيره جدا. شوف اللهم هذه الثقه، مش عايزين ثقه بس، الثقه بتاعت الحارس دي. صدها بصدره والراجل عمل فولو عليها ولبست في وشه. هنا بقى التضحية، وهنا بقى الشجاعة. حارس المرمى لابد ان يكون شجاع زي الحارس ده. الشجاعة نص قوة حارس المرمى. كيبا بيتصدى لضربة جزاء، يعني هي ارزاق، يعني هي جت معاك ارزاق برضه يا كيبا، يعني ما بس هو تحتسب له الثبات الانفعالي بتاعه ان هو يقف في نص الجون كده. ده بقى صد الكرة بس مش واضحة اوي. صدها بدماغه. لا انت من حقك فعلا تبوس دماغه. الرياكشنات بتاعت حارس المرمى يا جماعة مهمة جدا. يا ولد طب هو كان يقدر يلعبها بايديه او يمسكها. لا بس حاجة دي المتعة بقى، هي دي المتعة بتاعت كرة القدم يا جماعة. العش ايكار كاسياس، العش دي طبعا في نهائي كاس العالم. يعني الكرة دي كانت في اخر المباراة كده، ولكن روبن اتحصل عليه، ولكن كاسياس يا ابن اللعيبة. ده انتوا لو متفقين مع بعض مش هتيجي بنفس الدقة دي وبنفس الحلاوة دي. لا يا جماعة في حاجات حلوة قوي يا جماعة. انا بقى اللي عندي، انا شفت الكورة دي كذا مرة قبل كده، انا عندي دلوقتي مش مستوعب فعلا ان ده حقيقة ولا فوتوشوب ولا هو عملها كده فعلا ولا ايه، مش فاهم. صعبة جدا. شوف بقى كريستيانو لبسها في وش الراجل. حاسس ان هو لازم يبقى شجاع، مش مشكلة، مش هيحصل لك حاجة، حتى لو مناخيرك اتكسرت هتتصلح تاني، بس كرة زي دي بتحيي ليك جمهور وشعبية كبيرة جدا. يعني شوف كل دي كورة ايه، حراس المرمى يعني بيحطوا الشجاعة كلها فيها. هنا بقى التصدي بالرجل في ضربات الجزاء. شفنا عصام الحضري مع وادي دجلة بيعمل كورة زي دي، كان تقريبا ضد الزمالك، كان بيلعب ضد الزمالك وصد كورة ضربة جزاء زي دي. يعني رجليك جزء منك يا جماعة، مش شرط حارس المرمى يصد بايديه. يعني هي انت على فكرة انت مفروض حارس المرمى لو ذكي شوية ومتمكن شوية ما يدخلش فيه ولا جوه. شوف هنا طبعا برجله فرش قدامه وقدر يصدها. بيتر الشيك على زمان، بيتر الشيك صدها برضه اهو على خط الجون. يا ابن اللعيبة طلعها ازاي؟ ده حارس مرمى ده ولا مين ده يا جماعة؟ نفس الكرة بتاعتي جيتا يا جماعة،
بس دي بره الجون، يعني هو عملها وهي بره، كانت طالعه بره الجون. ايه ده؟ مش واضحه الكوره دي. صدها بكعبه يا ابن اللعيبه. هو تقريبا كان هيقع او وقع اصلا ولحقها بكعب. كويس كويس يا جماعه، اهم حاجه الكوره تطلع بره ما تدخلش جون. يا ابن المحظوظه. بس هو رايح قبلها برضه، يعني هو رايح قبلها لقى الكوره في صدره. يعني عجائب وطرائف. ايه ده؟ اوه يا ابن اللعيبه. لا دي انت مش نجم، دي انت نجم النجوم يا ابني. ده ايه ده؟ ده يا نهار اسود. يا خراب على الحظ يا ابني. انت يا ابني ايه ده؟ انا مش عارف بقى حارس المرمى هو اللي محظوظ ولا اللاعب هو اللي ما عندوش حظ ولا ايه، مش فاهم يعني. يا خبر ابيض على الكوره دي. صدق بدماغه دي، بدماغه. الله عليك يا ابني، التمركز هو اللي بيعمل كل حاجه، اهي دي برضو بدماغه. حارس المرمى ما يتمركز ويبقى تحت بين الثلاث خشبات وتحت الكرة صح، الكرة هتخبط فيه زي ما انتم شايفين كده ويصدها. يا ابن اللعيبة يا جماعة، في حراس يعني، بس هي ارزاق فعلا يعني. الحراس دي مش ممكن تعمل اللقطة دي وتعيش عليها طول عمرها. هنا برضو الحتة مشهورة، كذا حارس عملها، وعندنا برضو عصام الحضري وكذا، والشناوي تقريبا عملها، احمد الشناوي على ما اتذكر يعني. بس دي بقى حاجات بتبقى محسومه، يعني اللي بيخلي كرة زي دي تتشهر ان هو بص بتبقى اخر لقطه في المباراه، او بتبقى بص كرة المكسب، فتتلاقي بقى ايه تتشهر كده. ده جون فاضي، هو ده حارس المرمى. اوه طب انت ايه اللي مطلعك هناك كده؟ تلاقيه كان طالع عشان يعمل تغطيه ولا حاجه. هنا في زحمه، مالها دي يعني؟ عاديه خالص. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا، وطبعا ما تنساش اللايك والاشتراك على القناة عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكورة. وبالمناسبة الناس اللي بتسأل بتقول انت ليه ما بتعملش فيديوهات في الملعب وبتنزل الملعب والكلام ده كله، انا لسه في الخدمة العسكرية، لسه بخدم جيش ولسه ما خلصتش، قدامي شهرين ان شاء الله واخلص باذن الله، اخلص بس. وهتلاقوا بصوا يعني هتلاقي حاجات جامدة جدا على القناة، وهتلاقوا في تمرينات في قلب الملعب عملي وماتشات وحاجات كده، حاجات ان شاء الله هتتبسطوا منها. يعني القناة بقى هتكبر فعلا اما اعمل شغل عملي في الملعب كده قدامكم واشرح لكم في ملعب، وكلنا هنستفاد من بعض ان شاء الله. بس اعمل لايك بقى وادعمني عشان يوصلك كل جديد مع نجم الكورة. سلام.